لسه معاكم في ملعب العاصمه. قبل ما ارحب بضيفي بسرعه اروح للفيسبوك وتويتر وكلامكم معانا. احنا كنا سائلين في الاول سؤال عن مباراتين بكره ان شاء الله، الاهلي مع بنزرتي والزمالك مع سان جورج الاثيوبي، وتوقعاتكم كانت يعني اغلبها ايجابيه. يعني كانت معتمد عبد الله بيقول فوز الاهلي وخساره الزمالك، يحيى بدر بيقول فوز الزمالك 2-1، محمد ابراهيم وسيسيه، حسام جميل بيقول صعود الفريقين الاهلي والزمالك يعني، محمد رضا بيقول اتمنى صعود الاهلي والزمالك لكن اتوقع خروج الفريقين، باسم جمال بيقول الاهلي والزمالك هيصعدوا الاثنين ان شاء الله، نادر سمير بيقول الاثنين هيكسبوا 2-1، احمد الصاوي بيقول فوز الزمالك 2-1، واخيرا في 2 كمان محمد مجدي الاهلي هيكسب 2-0 والزمالك هيوصل ضربات الجزاء. على فكره انبي فاز 3-1 في جنوب افريقيا، كان ده سؤال برضو جه وصعد للدور الثاني، كان عنده مباراه مع سوبر سبورت الجنوب افريقي مهمه جدا. لكن خليني ارحب بضيفكم وابعتوا له اسئلتكم برضو على فيسبوك وتويتر. احمد المرغني لاعب نادي الزمالك، منور ووحشنا. ربنا يخليك ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني بقالك كام يوم في مصر دلوقتي؟ 4 أيام تقريبا. 4 أيام. قضيت خلاص فترتك في الكويت؟ خلصت كل حاجه. عقدي المفروض كان يخلص 20/6، بس هناك الدوري والكاس خلص بدري شويه، فيا دوبك خلصت كل مستحقاتي والناس ادوني كل فلوسي بصراحه وحجزوا لي تذكره طيران وجيت. كده انت يعني فترتك مع التضامن، فريق التضامن انتهت خالص ولا ترجع لهم تاني ولا كده؟ لا خلاص، بمجرد ما الموسم انتهى العقد انتهى يعني. تمام. قول لي يعني الناس برضو يمكن انت سافرت فجأة، يعني ما كانش حد لسه عارف تفاصيل الدنيا فيها ايه. القصه بقى لك قد ايه دلوقتي في التضامن، والموسم هناك كان عامل ازاي؟ يعني احكي لنا كده بشكل عام يعني. يمكن هو الموضوع اصلا جه بسرعه يعني، ما خدش يومين 3 وانا قبل ما اسافر يعني كنت وافقت على كل حاجه واتفقت مع الناس على الفلوس وكل حاجه. جيت بعد كده بقى والدي كان عارف يعني، فبحكي له الله يرحمه يعني. الله يرحمه. انا عايزك طبعا يعني طبعا هو دي من فتره طويله لكن بخلص التعازي يعني. ربنا يخليك. فزعل يعني، يعني والدي ساعتها بكى حتى وعشان ما سافرش يعني، زي ما يكون كان قلبه حاسس ان انا هسافر يعني وهرجع مش هلاقيه. ما كانش عايزك تسافر يعني الكويت؟ لا كان رافض جدا الموضوع ده، وتعب حتى ساعتها يعني. فكلمت الناس قلت لهم انا مش هينفع اسافر، والدي تعبان وهو مش راضي وانا مش هعمل حاجه يعني غصب عنه يعني. فالناس جم قالوا لي طب احنا عايزين نزوره وبتاع، والناس فعلا جولي البيت وقعدوا يتكلموا مع والدي ويمين شمال يعني. راح والدي واحنا قاعدين كده قال لنا انت لو عايز تسافر سافر. قلت له لا انا مش هسافر وانت مش عايزني اسافر يعني، انت لو الناس كانت قاعده يعني. قلت له لو انت قلت لي ما تسافرش انا مش هسافر. المهم بعد كلام كتير طبعا راح والدي وافق وسافرت يوم 19/1. هو كان زعل ان انت مشيت من نادي الزمالك او نادي الزمالك يعني؟ لا كنت رايح اعاره. ما قدركش قوي، ولا زعل ان انت فكره ان انت تمشي عموما يعني؟ لا فكره ان انا هسافر عموما يعني. حتى لما قلت له طب سافر معايا قال لي لا انا يعني مش صغير حياتي هنا يعني. وبهدله وقال لي حتى انا نفسي اموت في هنا يعني. ما كنتش اتوقع طبعا ان هو بيتكلم يعني، الموضوع كان كده يعني طبعا. وحتى قبل ما يعني وانا باخد شنطتي وخلاص مسافر، فدخلت له في الاوضه وبوست دماغه فقال لي يا عالم احنا هنشوف بعض ثاني ولا لا. ده ايه ده يعني؟ كلام كبير قوي يعني. بس انا طبعا ما كنتش متوقع ان الحاجات دي كلها تحصل يعني. هو كان يعني عنده مرض معين او كده ولا؟ هو كان تعبان بقاله فتره. اوكي. بس و3 أسابيع ورجعت تاني بقى على الخبر يعني. انت بالظبط رحت بعد 3 أسابيع؟ 3 أسابيع ورجعت. حتى كان عندي ماتش بعديها بيومين يعني. انا عرفت والدتي اتصلت بيا الساعه 7 الصبح. قالت لي حصل كذا كذا كذا. مفيش، رحت واخد شنطتي ورحت طالع على المطار على طول يعني. حتى ما كنتش كلمت حد في النادي. هم اللي هيقدروا يعني، مش محتاجه دي. بس وانا في المطار كلمتهم وبصراحه الناس كانوا محترمين قوي معايا. انا قعدت 8 ايام هنا، العزا بقى طبعا والحاجات دي، ورجعت تاني والحمد لله يعني. يمكن بعد ما رجعت عملت ماتشات احسن شويه من اول. كان ليه دور معاك في الكوره والدك الله يرحمه؟ والدي الله يرحمه يعني هو اللي حببني في نادي الزمالك، دي اول حاجه يعني. كان على طول بيسفرني، كنا بنسافر ورا نادي الزمالك بقى بورسعيد واسكندريه الله يرحمه يعني. كان مجنون بحاجه اسمها نادي الزمالك. يعني هو اللي حببني في نادي الزمالك، هو اللي حببني في الكوره يعني. هو وانا عندي 7 سنين هو اللي وداني اختبارات نادي الزمالك يعني. تمام. انا طبعا ما كانش في دماغي 7 سنين، ما كنتش اعرف. كان كل اي حاجه يعني، كل اللي اعرفه عن الكوره انا بلعبها في الشارع يعني، ما اعرفش اي حاجه. هو اللي خدني وداني نادي الزمالك وقال لي تكمل
ووقف جنبي في حاجات كتيره يعني، وبصراحه يعني يعني اطيب انسان انا شفته في حياتي هو يعني. زعل بقى لما انت مشيت من نادي الزمالك؟ طبعا. زعل منك ولا من نادي الزمالك؟ يعني الاثنين. بس اكيد انا نفسي مثلا انا زعلان من نفسي يعني، انا حاسس ان انا كنت ممكن لو ركزت اكتر شويه كنت ممكن اكون في مكان احسن من كده يعني. زعلان من نفسك، كنت حاسس ان انت عندك يعني احسن من كده تقدمه نادي الزمالك. بالظبط. احنا لسه فيها، ربنا يكرم ان شاء الله. ولا مش فيها؟ والله بص مش عارف، انا هرجع التمرين ان شاء الله بعد الفرقه ما ترجع من السفر وربنا يكرم. طيب احنا هنخش في دي بالتفاصيل، بس خلينا الاول واحده واحده. انت في الكويت يعني برضه ما تزعلش مني، الناس كلها قالت مرغني ده راجل يعني انت كنت ماشي بشكل كويس جدا في فتره من الفترات، وانا ما اعرفش انضميت للمنتخب او كنت على وشك انت تنضم. كنت على وشك. كنت على وشك انت تنضم للمنتخب، وفجاه ناس بتقول يعني مع طبعا كامل الاحترام للدوري الكويتي، لكن في الكويت وفي الدرجه الثانيه يعني مش ده مكان احمد المرغني خالص يعني. وانا نفسي ما كنتش راضي عن الموضوع، انا كنت واخده بس مجرد خطوه، لان انا لما مشيت بالظبط يوم 19/1 يعني، سافرت يوم 19/1 ما كان لسه الدوري، ما كل الكلام على الدوري ان ما فيش دوري في مصر. فيا دوبك اول حاجه جات لي قلت ماشي انا عايز العب كوره وخلاص. حتى انا يمكن انا سبت مبلغ في نادي الزمالك اكتر من اللي رحت خدته هناك، بس انا كنت واخد الموضوع ان انا عايز العب كوره، وان انا عايز يعني خطوه الواحد يروح يعمل اسم هناك، ويمكن ربنا يكرمه ويروح حته احسن يعني اسم برضه يعني يستحمل، لكن في الدرجه الثانيه اسم هتبني اسم. ما هقول لك على حاجه، هناك كلها 14 فرقه، 8 في الممتاز و6 في يعني الدوري كلهم على بعضهم. الدوري فانت لما بتعمل ماتش الكويت كلها بتعرف يعني. فبعدين هناك الدرجه الثانيه برضو عاملين له استوديو ومش عارف ايه لا التلفزيون متابع الدرجه الثانيه كمان، ما فيش فرق. طيب يعني 6 فرق في الدوري بيتلعبوا بعض 9 مرات ده 4 ادوار 4 ادوار. اوكي. طب مستوى الكره هناك يعني انت كنت شايفه ازاي؟ هو مستوى كويس وفي لعبه كويسه جدا، بس هناك الكره مش رقم، مش زينا مثلا. احنا عندنا هنا الكره رقم 1. لا هم عندهم الكره دي يعني اهم حاجه شغلهم اللي هو بيقولوا عليها الدوام. وبعد كده تيجي تاني حاجه الكوره، لان هم بياخدوا من شغلهم اكتر ما بياخدوا من الكوره يعني. طبعا اي حد بياخد من شغله اكتر بياخد من الكوره، لكن في الواقع انت قصدك على اللعيبه ولا؟ انا بتكلم على اللعيبه هناك. على اللعيبه يعني اللعيبه بالنسبه لها الكوره دي هوايه يعني هناك. حتى هم مش دوري بتاعهم مش محترفين، دوري هوايه، لان الحكومه هناك هي اللي بتصرف على الكوره. يعني لعيب الكوره يعني مش يعني هنا في مصر مهنه ثانيه الصبح وبعد الظهر بيتمرن. بيطلع من الشغل على التمرين. وكمان هناك يعني هنا الانديه بتصرف على نفسها مثلا عقود رعايه مش عارف ايه اعلانات. لا هناك الحكومه هي اللي بتصرف على النادي، على كل الانديه. ده بتتكلم على الدرجه الثانيه والممتاز ولا الاثنين؟ كله بس في انديه طبعا فيها شيوخ. دي طبعا بيصرفوا حاله مختلفه. حاجه ثانيه يعني. الانديه الكبيره هناك كاظمه والسلميه هم يعتبر اكبر كاظمه والسلميه والكويت لكن هبطوا كاظمه والسلميه. كانت مفاجاه للناس كلها يعني. يعني كانك بتقول الاهلي والزمالك هبطوا مثلا بالزبط. في مصر. طب يعني هم خسروا فهبطوا، نتائج عاديه جدا في الدوري وهبطوا. هو انا ما كنتش متابع الكوره هناك قوي بصراحه، انا كنت بتابع بس فريقك بس مع فرقتي بس. بس اللي اعرفه يعني ان هم اكيد يعني قعدوا يخسروا ونتائجهم كانت وحشه وبالذات يعني هم فنشوا وحش قوي. فنشوا الدوري وحش قوي. اوكي. كان في اكتر من لاعب هناك مصري معاك يعني؟ هو انا في فرقتي كان في طلعت وانا وفي قزمه كان ديودار وصلاح عاشور وحسام عبد العال. كنتوا يعني بتتقابلوا باستمرار وكان بيدوركم بقى كده ولا مش؟ هو انا وطلعت كنا على طول مع بعض يعني. لانكم في نفس النادي بالظبط، وفي نفس يعني قاعدين في نفس الاوتيل يعني. تمام. لكن هم كانوا قاعدين في حته ثانيه بعيد عننا يعني. الانطباع بس احنا لعبنا قدامهم يعني. الانطباع اللي انت تركته هناك عامل ازاي يعني؟ لا والله الحمد لله، يمكن انا بالنسبه لي الحمد لله عملت ماتشات كويسه قوي. كل الماتشات لعبتها، ماتشات كتير خدت فيها احسن لاعب وربنا يعني انا عن نفسي راضي عن نفسي. بس هناك عندهم المحترف يعني هو كل حاجه، هو اللي يدافع ويهاجم ويجيب اجوان ويطلع اجوان ويقف لازم يكون جراندايزر الراجل الاجنبي. بالظبط. انا الحمد لله عملت ماتشات كويسه جدا، بس الفرقه ما كرمناش ان احنا مثلا صعدنا. فخلاص ما صعدناش، اجيب بقى حد تاني. كم واحد من ال6 المفروض يصعدوا يعني مثلا؟ 2 فرقه يعني. فرقه تصعد دايركت والثانيه تلعب ماتش فاصل مع الثاني من تحت. لكن السنه الجايه بقى تقول لي هيدمجوا الدوري. كل 14 فرقه هيبقى الدوري كله خلاص هو عباره عن 14 فرقه. الكويت كلها 14 فرقه. لا يعني هيبقى الدوري كله دوري واحد، مش هيبقى فيه درجه ثانيه. لا مفيش اي حاجه. الانطباع ده يعني هيخليك مثلا تفكر انك تستمر هناك في الكويت ولا كده مرحله الكويت دي انت؟ والله لو جالي حته احسن ان شاء الله. لكن في نفس النادي صعب. لا ما اعتقدش، هم كمان ما اعتقدش، عشان يعني انا بالنسبه لهم انا ما عملتش نتيجه ان الفرقه ما صعدتش. يمكن انا هم كانوا بيجي بعد كل ماتش ويقولوا لي كويس وهايل وكل حاجه، بس الفرقه ما صعدتش. لا ده ينطبق عليكم وعلى طلعت طبعا لان نفس الكلام. تمام. حتى طلعت هداف الدوري هناك، هداف الدوري الدرجه الثانيه. هو هداف الدوري الدرجه الثانيه. وبالنسبه لهم برده مش ما فيش، بدل الفرقه ما صعدتش خلاص.
تمام. انت جاي لك حاجه او يعني بدا حد يتكلم معاك هناك ولا؟ هو يعني كلام مثلا بيجس نبض بتاع، لكن كلام رسمي او حاجه مفيش، لان كده كده لسه على قوه نادي الزمالك يعني، فاللي هيتكلم دايركت مع النادي. تمام. قول لي يعني خلال الفتره اللي فاتت دي ايه مدى اتصالاتك بنادي الزمالك؟ مين حد بيكلمك بيتابع معاك ولا ما حدش بيكلمك؟ لا يمكن هو ساعه لما جيت هنا مصر والدي توفى، الفرقه كلها جات لي طبعا وكلموني. ده وضع طبيعي، دي حاجه مفروغ منها. والراجل بصراحه كلمني برضه بتاع، وانا رحت نادي الزمالك من يومين يعني. رحت التمرين وقعدت مع الراجل وقال لي ان شاء الله بعد الفرقه ما ترجع تيجي التمرين، بس قال لي انت عارف طبعا الفتره دي ما فيهاش لعب، ما فيهاش قيد طبعا. فمش قلت له ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا هاجي اتمرن ومش مشكله، انا عارف ان يعني مش هلعب، بس انا مش عايز اقعد في بيتي يعني، مش عايز اقعد في البيت ما اعملش حاجه. بالظبط. يعني قول لي علاقتك بنادي الزمالك، شعرنا في فتره من الفترات انها مش افضل ما يكون يعني. لا انا بالنسبه لي انا نادي الزمالك كل حاجه في حياتي. انا من وانا صغير، انا بقول لحضرتك والدي كان بياخدني معاه من وانا عندي يعني لسه عيل صغير، وكنا بنسافر اسكندريه وسعيد فانا بالنسبه لي انا نادي الزمالك ده كل حاجه في حياتي. يمكن حصل فيه شويه مشاكل وبتاع، بس مهما حصل مشاكل بس نادي الزمالك هفضل احبه طول عمري يعني، حتى لو مشيت، حتى لو رحت اي حته نادي الزمالك هفضل احبه طول عمري يعني. تمام. قول لي انت اصلا مشوارك من نادي الزمالك يعني بدا ازاي، او مين المدرب اللي بدا بيه او بدا؟ يمكن اول ما اتمرنت لعبت مع كابتن شكري حسن في مدرسه الكوره في نادي الزمالك. اقول يعني المدربين التسلسل. وبعد كده كابتن سامي منصور، وبعد كده كابتن عادل عبد الواحد، كابتن محمد توفيق، كابتن حسن بصري، كابتن وحيد كامل، كابتن شوقي حسين، كابتن ابو رجيله، كابتن سامي منصور، كابتن سامي الشيشيني. بعد كده المرحله بقى اللي انت بدات تاخد فيها بعد كده طلعت يعني فرصه مع الفريق الاول. طلعت اول مره مع كرول، طلعت اتمرنت اسبوع بالظبط ونزلت تاني. بعد كده طلعت لما هولمان جه مسك النادي طلعت تاني. يمكن كان كابتن احمد رمزي هو اللي مختارني، وكنت مترشح من كابتن ابو رجيله ودكتور محمود سعد. وفي برضه في راجل انا ليه فضل كبير قوي عليا، كابتن شوقي حسين يعني، هو اصلا اللي لعبني في مكاني ده، انا كنت بلعب فيرود. كنت بتلعب فيرود؟ هو اللي حطني في المكان ده، وهو ده اللي ربنا كرمني منه يعني. تمام. بس وطلعت مع كابتن احمد رمزي وفضلت العب الحمد لله، وبعد كده جه مستر دي كاستيل ودكتور محمود سعد تاني، وفضلت مكمل بقى. مين المدرب اللي هو اعتمد عليك بقى بشكل قوي واداك فرصتك كلاعب فريق؟ كابتن احمد رمزي ومستر دي كاستيل وكابتن دكتور محمود سعد. يمكن دول كنت الحمد لله ما بطلعش في الملعب يعني. طلعت امتى بقى من الملعب؟ يمكن طلعت من الملعب من اول مشكله العقد. كانت مشكله العقد ان انت حاسس ان انت تستحق اكتر من كده شويه؟ لا خالص. يعني الناس كلها فاكره ان انا اللي طلبت تعديل عقدي، انا وحازم امام. كنت انا وحازم وعلاء علي. بالظبط. رغم ان الكلام ده ما حصلش خالص. احنا عقدنا كان 40,000 جنيه في الموسم بالضرايب، بس احنا عشان كنا العقد اتوثق بعد ما مضينا بسنه او بسنه وشويه، فالعقد كان يعتبر باطل. اوكي تمام. فهم يعني العقد لازم يتوثق خلال 30 يوم من امضته دي، يعني الف ب التعاقدات يعني. ما انا كنت لسه في الناشئين يعني. انا مضيت وانا في الناشئين، حتى ما كانش العقد اللي هو اللي ما بتكلمش عليك، انا بتكلم على النادي، المفترض نعمل كده يعني. كنت ماضي العقد اللي هو ورقه عادي، ورق مثلا متصور وانا ماضي عليه، فاهم؟ مش عقد. وكنت عندي 18 سنه تقريبا، وفضلت العقد ده حتى ما خدتش حاجه خالص غير بعد ما لعبت يعني. انا ما خدتش فلوس في النادي غير بعد ما لعبت، وفضل العقد شغال. فالناس ما اعرفش ايه اللي حصل، قالوا بقى العقد بايظ. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده لغايه يعني السنه دي خلصت، جينا السنه الثانيه قالوا لنا احنا عايزين نمضي تاني. فكان ساعتها مدير الاداري كابتن حسين عبد المنعم. فكان عندنا هنلعب ماتش الاتحاد السكندري، والماتش ده كان في رمضان. ده الشباب ولا الاول؟ لا الفريق الاول. كنت خلاص بقى لعبت في الفريق الاول، دي تاني سنه لعبها. هو عايزك تمضي تاني برضه بنفس الارقام اللي هي 40,000 يمكن. بص كنت انا وحازم بنلعب ساعتها، وكان علاء ما بيلعبش، فكانوا عايزين يمضونا انا وحازم الاول وعلاء لا. يمكن انا وحازم برضو كنا عايزين علاء يبقى معانا يعني. بعد كده هم طبعا قالوا يعني، هم كانوا عارضين حتى ساعتها على علاء عشان ما بيلعبش مبلغ اقل. انا يعني مع احترامي هي دي مش قصتكم يعني. دي مش قصتنا، بس احنا كنا حاسين ان احنا الثلاثه مع بعض. اللعيب ده مش زي اللعيب ده يعني. ما لا بس احنا كنا واخدين ان احنا الثلاثه طالعين مع بعض، فكنا عايزين نفضل مع بعض على طول يعني كرويا دي مش هي لها تعريف اللي انت بتقوله ده، بس بالظبط. بس انا حطيت نفسي مثلا ان انا لو ما كنتش بلعب مكانه كنت ممكن ابقى زيه. تمام. بس فجي قال لنا تمضوا احنا عايزين نزودكم فلوس. طبعا هو ما كانش عايز يزودنا فلوس ولا حاجه، احنا عرفنا بقى الموضوع بعد كده يعني. فقلنا له احنا ما فيش مشكله، لو عايزين نمضي عقد تاني ما عندناش مشكله. كنا ماضيين 5 سنين.
تمام. فجاء لنا العقد اهو وفتحوا لنا وجايب لنا قلم وبتاع وقال لنا امضوا. فالعقد طبعا ابيض ورد عقد على بياض ما فيهوش اي حاجه. فقلنا له طب ماشي اكتب. قال لنا العقد 5 سنين وهيبقى مثلا ب 400 وبيزيد 100 كل سنه. فقلنا ماشي اكتب لنا الحاجات دي يعني في ثانيه اهو القلم اهو هنمضي طالما انت مستقر على ارقام تحطها على الورق. ده مختلفين على حاجه. انا بكره كلمه تمضي على الورق ده على فكره، يعني ما بحسش انها بتعبر عن انتماء وحب، بحس انها بتعبر عن بدايه مشاكل، يعني انا بحسها كده. يعني انا ما كانش عندي مشكله خالص، يعني حتى هاتوا لي 2 جنيه 3 جنيه انا كنت لسه ببدا الموضوع. عايز تبقى عارف انت بس عايز عارف بالظبط يعني. انا كنت لسه عندي 20 سنه طبعا، حاطط راسم في دماغي عايز اتجوز اعمل اسره، عايز برضو يعني يمكن الحمد لله والدتي كان الحمد لله كانوا مسرحين شويه، بس كنت عايز احسسهم ان انا بقيت راجل مثلا، بصرف على نفسي، اساعدهم في حاجه كده. فقال لي لا هتمضي على بياض. قلت له لا يعني اكتب لي الحاجه وانا ما عنديش مشكله ان انا امضي. قال لي لا. قلت له خلاص ما دام انت مش عايز تكتب لي حاجه في العقد انا همضي على حاجه مش عارفها. فانا ما مضيتش وحازم ساعتها مضى. وابتدت بقى المشاكل حتى انا الماتش ده يعني. فراح قال لي لما قال لي انت مش هتمضي يعني؟ قلت له اه. قال لي اتفضل بره. خرجوك بره القايمه؟ لا بره الاوضه. بره الماتش؟ لا بره الاوضه. كان ساعتها مستر هاني ميشيل ما كانش عارف الموضوع ده لسه. يعني نزلت الماتش خدت احسن لعيب في الماتش. كان ساعتها في شركه راعيه كانت بتدي جايزه بعد كل ماتش. خدت انا في الماتش ده احسن لعيب وخدت الجايزه وكل حاجه. الماتش اللي بعديه بره. الماتش اللي بعديه تاني بره الفرقه خالص، وفضلت بقى ما بلعبش خالص. طب حازم ساعتها اتحط له الارقام اللي اتفقوا عليها ولا بدا بقى يخش في ساعتها انا برضو حازم هم قالوا لنا 400 وهتزيد 100 بالضرايب. انت عملت لنا 400 وبتزيد 10%. تمام. بس ما اتعملتلكش انت بقى؟ انت ما مضيتش؟ لا اتعملت لي انا. ما انا لما قالوا لي حازم ماضي بكده فانا اكيد عملت انا كمان كده. تمام. هقطعك عشان معانا مكالمه مهمه قوي بنستناها من اول الحلقه. احمد المحمدي لاعب بالدوري الانجليزي الممتاز بقى السنه الجايه ان شاء الله. مساء الخير يا إلمو. عبد الرحمن ازيك حبيبي؟ ربنا يخليك. الف مبروك وصعود مستحق. انتوا طلعتوا عين الجمهور بقالكم 3 ماتشات بس يعني النهارده خلصوا من الاول ماتش 3 نقط وصعدوا وخلاص. النهارده لغايه اخر ثانيه. يمكن انت عارف الحمد لله هي دي كوره وهو ده متعه الدوري، يعني سواء الدوري الانجليزي او الشامبيون شيب يمكن بيفضل لاخر لحظه. احنا خلصنا ماتشنا وكان فاضل 10 دقائق من الماتش الثاني وكنا قاعدين على اعصابنا. كان الحمد لله عشان احنا نستحقها. الحمد لله ربنا استعنا على اخر لحظه الحمد لله. قول لي يعني بقى لكم 3 ماتشات الدنيا معزلجه، حاسين انها قريبه بس مش ماشيه يعني؟ يمكن اخر 3 ماتشات يمكن ما جبناش حتى جول. كانت في شويه انلاكي، لكن الحمد لله النهارده يمكن قدرنا نسجل النهارده وقدرنا نسيطر على المباراه. يمكن لو كنت اتفرجت على المباراه احنا ضيعنا البينالتي رجع علينا بجول، بينالتي تاني بجول. يمكن لكن الحمد لله يمكن النهارده ادينا بشكل كويس جدا احسن من 3 ماتشات اللي فاتوا. اللعيبه كلها كانت مركزه، كل الناس ادت كل اللي عندها. فالحمد لله يمكن احنا نستحق الصعود دوت عن الموسم كله. يمكن ادينا بشكل كويس الموسم كله وقدمنا كوره كويسه. فان شاء الله انا اعتقد ان هو الموسم الجاي ان شاء الله هيعمل حاجه في البريمير ليج. هيعمل حاجه هتبقى انت معاه ولا هيعمل حاجه لوحدهم؟ لا لسه والله انا مش عارف. انت عارف عبد الرحمن ان انا اعاره وده كان اخر ماتش يمكن كده اعارتي انتهت معاهم. فان شاء الله يمكن انت عارف في اجازه بقى خلاص الفرقه كلها بتاخد اجازات. فان شاء الله الموسم اللي جاي لسه هقعد مع المسؤولين مع ساندرلاند. يمكن انت عارف ان انا فاضل لي سنه عادي. فان شاء الله ربنا يسهل ونشوف الامور يعني الاحسن اللي ربنا كاتبه ان شاء الله. قول لي جايزه احسن لاعب في هال لمده موسم يعني كان ليها اصداء هناك كبيره مع الجمهور. طبعا انت خدتها عن استحقاق وكنا عارفين انت هتاخدها بقالك فتره كمان يعني. الحمد لله يمكن موسم كويس جدا بالنسبه للعيبه كلها مش لي انا بس. اللعيبه ساعدتني كتير السنه دي. يمكن انا برضه كنت واخدها تحدي انك تنزل من البريمير ليج تلعب في الشامبيون شيب. فكنت واخدها تحدي وكنت مركز جدا. الحمد لله يمكن ربنا كرمني السنه دي جايزه احسن لاعب والصعود البريمير ليج. فدي اكيد طبعا حاجه كويسه وحاجه تحسب كده في التاريخ. فان شاء الله يمكن لازم اخدها بقى. يمكن اخدها حاجه كويسه بالنسبه لي وطموح بالنسبه لي ان انا ان شاء الله السنه الجايه مع اي فريق يمكن مع ساندرلاند بقى مع هال مع فريق ثاني. فان شاء الله يمكن السنه الجايه تبقى سنه بالنسبه لي يمكن موسم هيبقى اكبر من الموسم اللي عدى ده باذن الله. اكيد بالنسبه لك انت ميال لنادي من الناديين هال باعتبار ان انت ستيف بروس طبعا راجل بيحط فيك ثقه غير طبيعيه وجمهور. انت ميال ليه اكتر من انت ترجع ساندرلاند صح؟ اكيد يمكن عبد الرحمن انت عارف لما اللعيب بيلعب مع مدرب عارف امكانياته ايه، عارف بيلعب ازاي، عارف كل حاجه عنه. هو راجل جايبك من انجلترا
هو راجل عنده ثقه فيك، يمكن حتى بعد ما مشي من ساندرلاند جابك وانا فريق بيلعب شامبيونشيب، انت فاهم. وهو اتكلم معايا اول ما جيت، قال لي يعني ده تحدي بالنسبه لك، ولازم تبقى قد التحدي. انت راجل لعيب بريمير ليج جاي تلعب في الشامبيونشيب، لازم تعمل موسم تكسر الدنيا عشان بعد كده الموسم الجاي سواء انت موجود معانا او مش موجود معايا هتبقى حاجه لنفسك. فالحمد لله يمكن انا هو بيتكلم معايا بشكل كويس، واكيد هو راجل عارف امكانياتي وبيلاعبني في اماكن انا الحمد لله بأدي فيها بشكل كويس. في مدرب جديد وبيلعب بطريقه لعب كمان بيريحك قوي. يمكن حتى كمان لما بنلعب 4 بيلعبني في الحته اللي قدام، فاكيد هو بيلعبني في اماكن انا برتاح فيها وبأدي فيها بشكل كويس. فان شاء الله زي ما قلت لك يعني لسه هقعد مع المسؤولين ولسه هشوف، وان شاء الله اللي ربنا شايفه. الجمهور بيتكلم معاك في قصه ان انت تقعد دي وانت خارج النهارده مثلا؟ لا والله كل الناس بتتكلم معايا، يمكن الناس كلها عايزه اللعيبه الموجوده، يمكن هي دي اللعيبه اللي حققت الانجاز، فمش عايزه حد يمشي خالص، فعايزه كل اللعيبه تبقى موجوده، وان شاء الله يعني زي ما قلت لك عبد الرحمن اللي ربنا يعمله ان شاء الله يبقى في صالح كل الناس باذن الله. هترجع مصر امتى ان شاء الله؟ لا لسه والله مش عارف، لان انت عارف لسه البريمير ليج ما انتهاش، فتقريبا انا ممكن الاسبوع الجاي ارجع ساندرلاند الاسبوع اللي انت ممكن تلعب مع ساندرلاند كده السنه دي؟ فلسه مش عارف والله لسه، وبعد كده في منتخب بقى ان شاء الله بعد كده. ان شاء الله بالتوفيق يا محمدي ان شاء الله، والسنه الجايه في النادي اللي انت عايز تكون فيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا عبد الرحمن. ان شاء الله والف مبروك، شكرا جزيلا. كانت مكالمه مهمه لان هم صعدوا تعرف قبل يعني من ساعه تقريبا، فكانت مكالمه مهمه. طبعا. كنا وصلنا لمرحله العقد في نادي الزمالك، بعد كده المشكله دي خلتك بره خارج المباريات فتره بقى طويله. طويله جدا يعني. لحد ما مشيت من النادي؟ لحد ما مشيت من النادي لا لعبت مع لما جه كابتن حسن تاني لعبت يعني. بعد كده جه كابتن حسام برضو ما لعبتش، وساعتها انا في الاخر برضو مضيت يعني. انت مضيت برضو على بياض في الاخر؟ مش على بياض يعني، خلاص حطوا لك الارقام حطوا لي الارقام ومضيت اللي هم قايلين عليها يعني. الموضوع بالنسبه لي ما كانش هو ان انا بقى كنت شغال على رقم، ده بالنسبه لك كان مبدا يعني او بالظبط. الناس بقى ساعتها بقى لما قلت انا مش همضي، الناس يقول لك ده عايز يروح حته ثانيه، اللي يقول ده عايز يروح ما اعرفش فين، واللي يقول ده عامل كده عشان ياخد فلوس اكتر، ولا اي حاجه خالص. بالعكس انا ما مضيتش على شيلين زياده يعني. شيلين حتى لما قالوا لي 10 بعد ما كانوا قايلين لي 100 قالوا له 10% وحازم ومش عارف ايه ومضوا على كده وده الاتفاق. قلت له حتى لما قلت لهم لا الاتفاق كان كذا، قالوا لي لا او مش لا او قلت لهم خلاص ماشي. يمكن بعد كده حتى حازم عرف مني، حازم ما كانش يعرف يعني. انا اللي رحت قلت لحازم قلت له حازم ده العقد بدل 100 بيزيد 10%. حتى ساعتها حازم اتضايق جدا يعني. اتفقنا على حاجه قلت له انت اللي غلطان يعني. يمكن انا ما اتكلمتش ساعتها عشان انا عارف انا مضيت على ايه ساعتها. تمام. رحت بعد كده خلينا اخد اسئله من الفيسبوك لانه في ناس كتير بدات انها تتكلم. هو مبدئيا انت وحش جمهور الزمالك ده بجد يعني، واضح كده. والله الزمالك وحشني جدا. فهو مثلا محمد يحيى بيقول ان احنا خسرناك. اهلاوي مجنون بيقول ربنا يوفقك. اشرف حجازي بيقول في حد بعينه كان سبب انك تمشي من نادي الزمالك؟ في شخص معين كان تحس ان هو استقصدك لحد ما مشيت؟ مش موضوع استقصدني، بس في يعني مش عامل واحد او شخص واحد هو اللي مشي، في كذا حاجه. بس انا برضو عن تجربه في اشخاص كده ليهم دور ان انت تمشي من المكان. في طبعا في مدربين ما لعبتش معاهم، في يعني انا مثلا لما خدت احسن لعيب وما رضيتش امضي وجيت بعد كده ما لعبتش يبقى يعني مدرب ولا حد وصل للمدرب؟ ما اعتقدش ان هي كانت مدرب، لان كان هنا انا مش المدرب، راجل اجنبي يعني. اجنبي يعني ما اعتقدش. بعدين انا واخد احسن لعيب، هاجي الماتش اللي بعديه مش هيلاعبني، خصوصا ان انا قبل الماتش ده كنت مصاب. انا نزلت على الماتش ده على طول يعني. الراجل كان مقتنع بيا 100%. تمام اوكي. مرغني ما بتفكرش ليه ان انت تروح اختبارات في انديه في اوروبا؟ انت عندك امكانيات عاليه جدا. ده مصطفى حسين يعني كان ده مستني مثلا حد يتكلم معاك في حاجه زي كده؟ يا ريت. انا حد لو مثلا نادي في اوروبا قال لي تعالى مثلا اللي هي فتره المعايشه دي هروح، مش هقول لا. تمام. في سؤالين بس هاجلهم شويه. طيب يعني بعد كده رحت اعراض بقى من نادي الزمالك؟ رحت الاول نادي الزمالك، لا الاول نادي المصري. قعدت هناك موسم وشاركت باستمرار الحمد لله، وعملت ماتشات كويسه جدا والحمد لله يعني. بعد كده رجعت نادي الزمالك تاني، كان كابتن حسن، وكان جاي لي ساعتها كان نادي المقص عارض على نادي الزمالك ان هو ياخدني. فجي كابتن حسن الاداري كلمني، كابتن حماد انور، قال لي كابتن حسن بيسالني يعني انت عايز تمشي تروح نادي المقصه ولا عايز تكمل؟ قال لي كابتن حسن عايزك، انت عايز ايه؟ قلت له يعني عايز اكمل طبعا. اكيد طبعا عايز اكمل في نادي الزمالك. حتى يعني راح بعديها كابتن اسماعيل يوسف كلمني. كابتن اسماعيل يوسف طبعا يعني كان ليه دور كبير برضو ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك يعني. كابتن اسماعيل انا من الشخصيات اللي يعني في الكوره انا طبعا بعشقه جدا، ونفسي يعني هو مثل الاعلى. تمام. ونفسي ابقى زيه. يمكن انا كنت ممكن يعني اوصل حتى قريب منه، بس انا برضو يعني بعتب على نفسي في حاجات معينه يعني. وهو كان شايف برضو ان انا كنت ممكن اكون امتداد ليه يعني.
تمام. بس انا يمكن خذلته شويه. اوكي. لسه يعني احنا لسه فيها. انت لسه طبعا. دلوقتي سنك كام سنه اصلا؟ انا دلوقتي شهر ده هبقى يعني 24 الجاي هبقى 25 سنه. تمام. اوكي. تمام. ف دي رحت بقى سالوك انت عايز تبقى موجود ولا تروح على المقصه؟ قلت لهم تبقى موجود. كملت مع كابتن حسن. وكملت مع كابتن حسن وفضلت العب لغايه بقى كده قبل الدوري ما يقف. كان رحت اعاره ثاني للتليفونات بني سويف، رحت اعاره ماتش الدوري اتلغى. لعبت الماتش ده ولا ما لعبتوش؟ لعبت حاجه ما لعبت. كويس. لعبت في مباراه مع التليفونات والدوري اتلغى، فاعتقد انت لغيت الاعاره او حاجه. لا هو الموسم خلص فالعقد خلص. اوكي. فرجعت ثاني نادي الزمالك. حليت مشكلتك في المستحقات مع النادي المصري ولا لسه؟ خلصتها. خدت فلوس خلاص في اول السنه دي. يعني كان ليك فلوس متاخره انتهت خلاص؟ كان ليا فلوس متاخره ورفعت شكوى والحمد لله خدتها يعني. تمام. يعني لين حد في وقت من الاوقات كان في احتمال من الاحتمالات انك تروح نادي زي النادي الاهلي؟ ده كان من ضمن الاسئله اللي جت. محمود شريف كان بيسالك ممكن نشوفك في يوم من الايام في نادي الاهلي، او كان ده احتمال من ضمن الاحتمالات في وقت من الاوقات ان انا يعني اروح النادي الاهلي؟ حد كلمني يعني؟ لا هو بص بشكل رسمي طبعا ما فيش حد اتكلم معايا ولا اي حاجه خالص. بس انت عارف بقى ممكن تقابل سمسار مثلا يقول لك طب ما كذا كذا. كل ده ما يعتبرش حد نقل لك يعني رغبه؟ حد قال لك مثلا ده من النادي الاهلي لو عندهم استعداد ان هم يضموك، وانت ايه رايك؟ هو كله كان كلام. الكلام مش كلام مش بفلوس بيقول. يعني سهل قوي مثلا ممكن انا هو لعيب وانا ممكن اروح لاي لعيب تاني اقول له نادي الزمالك ما عايزك، بس انا كلامي ده مش حاجه، مش موثق منين بالظبط. لازم يكون مسؤول او حد يعني كلامه يبقى كده. فكذا حد قال لك بس انت ما عندكش حاجه يعني بالظبط. بعدين يعني انا يعني طول ما نادي الزمالك عايزني سنتي انا عايزه لغايه اخر العمر. انا نادي الزمالك بالنسبه لي رقم واحد في اي حاجه يعني. لكن لو نادي الزمالك قال لك يعني احنا مثلا خلاص الفتره دي مش فترتك، انت بقى منفتح انك تروح اي نادي في مصر عادي. بالظبط. بس ما اعتقدش لعيب يعني نادي الزمالك هيستغنى عنه. النادي الاهلي هياخده يعني. صعب. شايف انها مش منطقيه. مش منطقيه ولا العكس، ولا لعيب نادي الاهلي هيستغنى عنه هتلاقي نادي الزمالك عايزه يعني. تمام. قول لي انت عندك علاقه كويسه بالتراس اهلاوي ووقفتوا مع بعض في وقت من الاوقات؟ يمكن كان في علاقه كويسه ونزلت معاهم في الاعتصام. اعتصام مجلس الشعب بالتحديد. يمكن انا مش ما نزلتش اعتصام ده، نزلت حاجات كتيره يعني. قول لي وقت الثوره انت يعني كان ليك نشاطات وكنت دايما يعني مش من النوعيه الصامته، مش من الرياضيين الصامتين يعني كنت بنزل الميدان وساعات كنت بخش اشتباكات كمان. لا والله. والله. ما جاتلكش اصابه ولا حاجه؟ جات لي بس حاجه خفيفه يعني، كانت خرطوشه في رجلي كده. يعني ما كانت من بعيد. بدات معاك ازاي القصه دي يعني؟ خدت القرار انت راجل برضو وقتها يعني وما زلت وشك معروف وبتنزل في الناس كلها. هو انا عامه انا عمري في حياتي ما كنت اعرف يعني ايه سياسه اساسا. بس هو جت فتره الثوره دي اجبرت الناس كلها ان انت تتابع وتشوف الدنيا عامله ازاي. انا من ضمن الناس عارف ان الناس مش لاقيه تاكل وعارف الحاجات دي كلها. بس ما كانش يجي في دماغي ولا كنت اتوقع ان الناس تنزل تعمل ثوره وتنزل الميدان. يعني كان من رابع المستحيلات ان يجي في دماغي حاجه زي دي. حتى يمكن لما قالوا في ثوره ومش عارف ايه، ثوره ايه؟ انا ما كنتش عارف اي حاجه. وكنت احنا ساعتها كان في بورسعيد كان عندنا ماتش في القاهره. تمام. جينا القاهره قالوا لنا الماتش اتاجل. ساعتها الشرطه لغت ماتشات الكوره كلها. كنت انت في النادي المصري وقتها؟ كنت انا في النادي المصري. فكنت رجعت هنا بقى القاهره، فابتديت اسال ايه اللي بيحصل. قال في كذا. دي اول حاجه دي اول حاجه حسيتك ان في حاجه في البلد. انا يوم 25 ده كنت في بورسعيد ما كانش في اي حاجه يعني. في بورسعيد يوم 25 ما كانش في اي حاجه. انا جيت هنا يوم 26 او 27 تقريبا. ابتديت اسال في ايه كذا كذا كذا. قلت هنزل اشوف بنفسي. نزلت جمعه الغضب. بس كنت نزلت في اكتوبر. نزلت شفت بقى الناس وبيقولوا الشعب بيقول اسقاط النظام وبتاع، وفضلت اسال هنا واسال هنا واسال هنا. تستشير المقربين. انا طبعا هم اكتر خبره شويه بالظبط عشان ما كنتش عارف. انا كنت يعني ما احنا كلنا يعتبر خطاب يعني. بالظبط. فقلت لا الناس دي على حق. ويعني وبعد انا من ضمن الناس مثلا ان بعد خطاب الاول انا واحد من الناس يعني قلت لا الناس دي بقى تروح. واحد من الناس نمت نمنا. ايوه. جه بقى بعديها حصل اسمها ايه دي موقعة الجمل. دي بقى قالت لا. دي انا اول ما الموضوع حصل قلت لا يعني خدت بقى الاتجاه اللي بلا رجعه خلاص. بلا رجعه. وفضلت بقى مكمل يعني اي حاجه يعني اي جمعات طول ما انا موجود في مصر كنت بنزلها. حتى الاشتباكات كنت موجود فيها يعني. ومن ضمنها يعني كان انا الخرطوشه اللي خدتها في رجلي كانت في اشتباكات منصور ساعه احداث التراس اهلاوي يعني. لما الالتراس راح عند انت رحت مع التراس اهلاوي مجرد انت عرفت ان هم رايحين رحت معاهم شاركت معاهم؟ يمكن انا لما عرفت ان هم اصل بص انا واحد من الناس شايف ان هم اتغدر بيهم في موضوع بورسعيد ده.
اوكي. فهم صعبوا عليا وصعب عليا، يمكن من اول الثوره كل الناس كانت بتموت ومفيش حق بيرجع. ودول يعني وانا كنت بنزل مع كل الناس، فمش عشان دول بيلعبوا في النادي او بيشجعوا النادي المنافس بالظبط، يعني مش هيصعبوا عليا مثلا او في الاول في الاخر هم برضو نزلوا وشاركوا في الثوره من اولها. استقبلوك كويس طبعا. الحمد لله. وقتها ما فيش كوره اصلا، ما كانش بس اكيد في ناس كتيره بدات انها تنصحك بلاش السياسه، انت راجل لعيب كوره بتخلص على نفسك بالطريقه دي. بالظبط. ويمكن كابتن حسن اتكلم معايا في الموضوع ده، وكابتن اسماعيل اتكلم معايا في الموضوع ده. قال لي يعني ملهاش لازمه ان انت تنزل يعني. اصلا كنت بنزل وارجع متبهدل. ما طبعا ما انت بتاخد بقى الطريق خده. وطبعا والدي ووالدتي طبعا كان انا وحيد والدتي، فطبعا يعني لا غير طبيعي. انا كنت بنزل بس في الاول يعني انا ما قلت لهمش، هم ما عرفوش ان انا كنت بنزل غير يوم التنحي مثلا. قلت لهم كلموني بعد التنحي بيبلغوني الخبر. انا هناك اصلا. وانا هناك اصلا. وبعد كده كل جمعه يقولوا لي انت نازل؟ لهم لا انا راح اقعد مع اصحابي. وانزل ايه يا راجل، احنا مش بتوع الكلام ده. بالظبط. وانزل وارجع هم ما يعرفوش. مثلا يتكتب على النت مثلا ان انا نزلت، يجي يكلموني اقول لهم اصل لقيت نفسي فاضي ومش بعمل حاجه فرحت نازل. وفضلت بقى اشارك لغايه بقى ما سافرت. فطبعا كنت هناك بس كنت بقى بكتب تويتات طبعا يعني لغايه والدي ما توفى. يمكن والدي لما توفى لغايه دلوقتي انا مفصول، قعدت فتره كبيره جدا مفصول عن حاجات كتيره قوي سواء في مصر او في اي حاجه، حتى الكوره ما كنتش بتابع كوره خالص. تمام. خلينا نروح لفاصل. قبل الفاصل تقرير عن راي الجمهور في الاحتراف في الدول العربيه برضو طبعا، لانه معانا حد من اللي خدوا التجربه دي، ونرجع نكمل حوارنا مع احمد المرغني. لا ما بيضيفش ليه غير ان النادي بيستفيد من المقابل المادي اللي بيحصل عليه اللاعب. يعني عندك مثلا حسني عبد ربه خد احسن لعيب في افريقيا في 2008 وهو كان في الاسماعيلي، وابو تريكه وكل اللعيبه اللي بانت في البطولات كانت كلها بتلعب في مصر، لكن لما بيطلعوا بره مستواهم بيقل. حتى دلوقتي منتخب مصر مستوى اللعيبه اللي محترفه قليل قوي. حسني عبد ربه اخر ماتش مع المنتخب كان مستواه مش قوي. ابو تريكه برضو مستواه في بنياس فريق مش كبير، ما بانش فيه قوي يعني برضو، بس هو فريق يعني. ابو تريكه نفسه هو لعيب كويس، بس هو ما استفادش اكتر من كده غير الانديه، لكن اللعيبه ما استفادتش. افضل له يكون في مصر، ولو هو في موهبه يطلع بره اوروبا، يطلع تركيا زي محمد صلاح، يطلع سويسرا، يطلع كده، ما يروحش دول الخليج لانه بيروح دول الخليج بعد 28 سنه. علي سعيد مثلا كان هنا في الزمالك احسن ما بيلعب في عمان. في لعيبه كمان كتير بره دلوقتي ما بنسمعش عنها. في برضه اللي بيروحوا طرابلس دلوقتي، اهلي طرابلس زي عمر جمال والناس دي مش هيعملوا حاجه وهيرجعوا تاني لانديتهم، يا اما بقى ما الناس هتنساهم يعني. الشباب الصغير زي محمد صلاح والنني وكده لا، اللي احسن ليهم اوروبا طبعا. يعني شايف ان اللعيب اللي سنه كبير هو اللي بيستفاد منه، احسن له ان هو بيستفاد منهم. يعني هو زي راؤول مثلا خلص في اسبانيا راح قطر، فهو ده النظام يعني. بس اما الشباب اللي احسن ليهم اوروبا يعني. شايف ان الموضوع مادي منه، يعني مادي اكتر منه ما يكون مادي طبعا. هو بيبقى في ناحيه ماديه كبيره يعني. انا شايف ان هو بيقلل من مستوى اللاعب المصري. امثله برضو ابو تريكه لما راح دوري في الخليج مستواه قل، شيكابالا ومحمد زيدان برضو لما ساب دورتموند ورجع على وراح بنياس برضو مستواه قل يعني. هو في الفتره اللي فاتت دي كان بيضيف، لما الدوري كان واقف والكاس كان واقف، الكره المصريه كلها كانت واقفه، فاكيد كان بيضيف للعيب. بس هو غير كده الدوري واقع شويه يعني. بس يعني افضل للعيبه المصريين تكون موجوده في الدوري المصري حتى لو هو بالمستوى ده، بالمستوى اللي احنا فيه دلوقتي. لا، لان هو مفيش حد ضامن ان هو يلعب دلوقتي يعني. اللعيب نفسه مش ضامن يلعب او ما يلعبش، فهو يروح بيدور على حته يلعب فيها عشان يفضل في فورمته او في مستواه بس احسن. مستواه طبعا لان هناك الحضور الجماهيري اقل من مصر، وكمان المستوى اللعيبه في مصر اعلى من مستوى اللعيبه في الخليج. ده بيخلي اللعيب هنا في مصر بياخد اصلا الخبرات اللي يضيف للعب هو اوروبا، لان هناك يعني التكنيك بتاع اللعيبه والتمرينات والتدريبات كل حاجه اعلى من الخليج. هناك في الخليج يعني بيجيبوا اصلا اللعيبه الاوروبيين عشان يعلوهم، عشان يعلوا اللعيبه الخليجيين، انما اللعيب المصري هناك مش هيستفاد. هم يعني اللاعب المصري بيمشي من مصر يروح الخليج عشان الفلوس بس، انما اللاعب المصري عايز يتطور بجد يروح اوروبا وهو صغير عنده 16 سنه بتاع. انما اللعيب اللي بيروح الخليج مثلا بعد كبير كده عشان ياخد فلوس مش اكتر. شايف ان الاستفاده اللاعب بتبقى استفاده ماديه بس. استفاده ماديه، مفيش اي استفاده فنيه.
مين من اللعيبه تنصحه انه يرجع مصر وان وجوده في مصر يكون افيد له من انه يلعب في اي دوله من الخليج؟ ابو تريكه، حسني عبد ربه. ابو تريكه بالذات لازم يرجع الاهلي، لان ابو تريكه مش هيضيف له حاجه. هو في اخر سنواته مع يعني اخر سنين عمره خلاص. ابو تريكه عنده 34 35، فالسنتين لازم يرجعهم دول لازم يكونوا في مصر، لان ابو تريكه اصلا بيعرف يلعب مع ضغط الجماهير بتاع مع النادي الاهلي، انما في الخليج مش هيضيف له اي حاجه. هي ابو تريكه يعني عشان الفلوس بس مش اكتر، هي دي اللي بتضيف له، لان الاهلي كان بيمر بازمه ماليه، فعشان كده ابو تريكه راح بني ياس الاماراتي. انما حسني عبد ربه برضه الاسماعيلي كان عايز برضه فلوس، فده اتحاد جده وبعد كده النصر السعودي. بس حسني عبد ربه الاحسن له اما يروح حته في اوروبا، بس هو سنه كبر دلوقتي يرجع الاسماعيلي. هو اتصاب دلوقتي وهيرجع ان شاء الله الاسماعيلي. يعني شايف ان حسني عبد ربه وابو تريكه لازم يرجعوا؟ شيكابالا خلاص رجع الزمالك، ودلوقتي جاي له عرض يروح اليونان، فهو يتابع احسن، يروح اوروبا احسن. شيكابالا احسن لعيب مصري وبتاع، لازم يروح في اوروبا. لسه مع حضراتكم مع احمد المرغني ضيفنا في ملعب العاصمه. الفتره الجايه يعني افضليتك انت تبقى موجود في الدوري المصري مثلا مع نادي الزمالك زي ما انت بتقول، يعني نفسك تكمل معاه ولا عندك اتجاهات ثانيه؟ طبعا انا نفسي اكمل مع نادي الزمالك. لو مش عايز اكمل كنت ممكن اقعد في بيتي مثلا لغايه لما لغايه مثلا يعني يجي فتره قيد او حاجه، بس انا لا، انا هرجع نادي الزمالك تاني، هرجع التمرين عشان على الاقل ابقى في الصوره، يعني اتمرن اوريه ان انا عايز، واوريه ان انا مثلا مستواي كويس. اوكي. طبعا نادي الزمالك، لكن لو هيجي لي مثلا همشي من نادي الزمالك، اول حاجه هفكر فيها ان انا اشوف لي حاجه بره. تمام. سواء بقى في الكويت، في اي بلد. وربنا ما اردش وما كرمش في اي حته، اشوف بقى في حته في مصر يعني ان شاء الله. تمام. شريف سليمان بيقول لك انت ثوري كبير وانا بحييك على كده، لكن تجمع ازاي بين نزولك الشارع وبين تدريباتك وحفاظك على لياقتك؟ بالتالي ما كانش فيهم تعارض يعني. لا انا كنت بخلص هنا اروح على هنا يعني. هو ربنا كان بيكرم الحمد لله، ما كانش بيحصل لي حاجه كبيره. احمد امين، سلام ليك يا كابتن. كابتن احمد، وسؤالي وضعك انت فين من المنتخب وتوقعاتك في الصعود المنتخب لكاس العالم؟ لا دي اجابات سريعه عشان نكمل برضه ايه حوارنا يعني. لا فين من المنتخب، انا طبعا الفتره اللي فاتت كلها ما كنتش بلعب، ولما رحت الكويت مع في ناس كتير اصلا ما عرفتش ان انا كنت بلعب في الكويت يعني. بس عشان كده بس بشكل عام كان قرار يعني بالنسبه لك انت مش ندمان عليه قرار الكويت؟ لا خالص. تمام. يمكن ندمان بس عشان انا بعدت عن والدي وحصل اللي حصل، لكن غير كده لا. تمام. هاني ادريس، تحياتي لابن النوبه كابتن مرغني. انت منين اصلا؟ من النوبه، من بلد اسمها كوستل. اصلا يعني. تمام. مين مسك الاعلى عالميا ومحليا وصحه المفاوضات مع بعض الانديه المصريه؟ مثل الاعلى طبعا كابتن اسماعيل يوسف. مفاوضات انا لسه راجع، ما بقاليش 3-4 ايام، فما اعرفش اي حاجه يعني. حتى لو حد قال ان هو بيكلمني انا ما اعرفش اي حاجه. تمام. لغايه دلوقتي. احمد فضالي بيقول لك من اسلوبه كلامه ان هو محترم جدا وطيب شويه، فلازم حد يبقى جنبه. قول لي في بالنسبه مثلا راجل زي الكابتن حسام حسن مثلا، تمام، علاقتك بيه عامله ازاي؟ كمدرب ولا لا كانسانيا؟ هو بصراحه الراجل معاه يعني مثلا لما والدي توفى كلمني، رغم ان انا ما كنتش متوقع. بتتكلم في حاجات لا انا ما كنتش متوقع ان هو كان هيكلمني بصراحه، عشان اتكلم معاك بصراحه. انا ما كنتش متوقع ان الكابتن حسام هي العلاقه وصلت لايه لدرجه انت ما تتوقعش ان هو يكلمك في يمكن في لما كان كابتن حسام ماسك نادي الزمالك، انا ما كنتش بلعب خالص. اتوقفت كذا مره عن التمرين. منها مثلا مره والدي كان بيعمل عمليه وغبت عن التمرين، يعني والدي كان مخبي عليا موضوع العمليه ده، فلما عرفت طبعا ما رحتش التمرين ورحت على العمليه. انت من النوع شكلك اللي لما بيجي لك اخبار وحشه بتنسى الدنيا وبتروح. بالظبط، اصل ده والدي يعني. بالظبط. فما رحتش التمرين ورحت له على العمليه. فلما جيت تاني يوم النادي لقيت نفسي موقوف، حتى ما عرفتش اتكلم مع حد ساعتها. بس لقيت نفسي موقوف. ومره تانية في ماتش اهلي وزمالك لما خدت شنطتي ومشيت من الاستاد. انا كنت غلطان في التصرف، ان انا طبعا عشان لقيت نفسك بره ال 18. بس في فرق، انا كابتن حسام قبل الماتش بيوم كان قايل لي ان انا هلعب اساسي، والماتش اللي قبلنا كنت لعبه وعامل ماتش كويس قوي. ومن بعد الماتش كنا الحرس، من بعد الحرس لغايه قبل ماتش الاهلي بيوم انت اساسي. بيقول لي انت اساسي، مش بيديني لا بيقول لي انت اساسي. فمره واحده لما تلاقي نفسك حتى مش احتياطي بره خالص، فانا كان عليا لود وماتش اهلي وزمالك ومركز ومستني الماتش وفرحان جدا ان انا هلعب، مره واحده بره ال 18 خالص. فالموضوع كان بالنسبه لي يعني كان صدمه. ففقدت اتزاني وما عرفتش افكر. اول رياكشن خدته ان انا همشي، مش هقدر اقعد. مش هقدر اتمالك اعصابي ولا هقدر امسك واقعد بقى من فوق اتفرج على الماتش وكلام. مش هقدر. انا فعلا ما كنتش هقدر. فحتى قلت هاخد بعضي وامشي بدري عشان الحق اتفرج على الماتش في البيت. فجم طبعا الناس يقولوا لي طب اقعد. طب قلت لهم يا جماعه معلش عشان خاطري انا مش هقدر اقعد. لغايه بقى لما جه
كان ساعتها المدير الاداري برضه كابتن حسين عبد المنعم، جه قال لي كلمه انا شايف ساعتها استفزتني شويه. قال لي انت لو مشيت هنخصم منك فلوس. قلت له مش عايز فلوس، اخصم، ورحت ماشي. يعني الكلمه دي استفزتني قوي. قصه فلوس يعني خلاص، ما دام قصه فلوس انا همشي. يعني لو هي قصه فلوس انا همشي. يعني بدل انت مثلا حاسس ان في وقت زي ده ممكن حد يمتصك بكلمه كويسه بالظبط. لا الكلمه دي بقى كانت وصلتني لمرحله ان انا خلاص ما دام هي ماشيه فلوس انا همشي. وقتها كان يعني حصل مثلا بينك وبين كابتن حسام مناقشه مثلا احتديت فيها شويه انت؟ طبعا حصل بيني وبين يعني اتكلمت معاه كذا مره، يمكن مره في اول الدور الثاني اتكلمت معاه قلت له يا كابتن هلعب امتى؟ فاتكلم معاه قال لي انتوا 7 في مكان، كنا احنا ساعتها كتير في المكان. قلت له ماشي، بس كان نفس ال7 موجودين وانا كنت بلعب. طبعا قعد يقول لي طب اتمرن، طب مش عارف ايه. وبس، وبرضه ما فيش. جه بقى قبل اخر ماتش في الدوري، كان فاضل ماتش في الدوري، فانا كنت خلاص فقدت الامل بصراحه. تمام. فكنت بروح التمرين اكني ما روحتش، محدش بيحس بيا خالص يعني. فبيقول لي اجري واتمرن، اقول له يا كابتن ده فاضل ماتش. اجري فين؟ مباراه انبي مع سوبر سبورت الجنوب افريقيا انتهت 3-1 خلاص. كنت قلت لكم النتيجه من شويه، انتهت 3-1 وتاهل انبي لدور ال 16 في الكونفدراليه. يعني كان طبعا دور ال 16 بيبقى فيه 8 فرق تانيين يتاهلوا، وفي 8 فرق بيخرجوا من افريقيا لا قدر الله. مثلا مش لا قدر الله، ان شاء الله يخرج سان جورج مثلا ويخرج بنزرتي، ساعتها يروحوا للبطوله الكونفدراليه ويلعبوا في دور ال 16. في حاجه بس هحكيها على كابتن حسام بس عشان كويس. برضه حاجه انا غلطت فيها يعني، بس مش قوي يعني. كان عندنا تمرين الساعه 2 الظهر في مره يعني في يوم، وقبلها بيوم كان في حفله منير بس كانت في اسكندريه. حفله منير؟ في اسكندريه. فانا خلصت التمرين بتاع اليوم ده وسافرت حضرت الحفله ورجعت تاني يوم على ميعاد تمريني. ايوه. فالكابتن زعل بقى مني انت سهرت وبتاع. رغم ان انا جيت، بس انا جيت في ميعاد تمرين يعني. فممكن تكون دي حاجه زي دي برضه من ضمن الحاجات اللي زعلته مني. بس انا شايف ما دام انا كنت ملتزم يعني، انا في ملعب يعني انا ما غبتش، لما غبت عشان حاجه خارجه عن ارادتي يعني. ده اللي قصدك على حاجات الظروف اللي خارجه عن ارادتي، مش ظروف الحفله. هي حتى لما رحت ورجعت رحت التمرين بالظبط. فحاسس ما تاخرتش حتى دقيقه. تمام. مين يعني برضو انت دلوقتي بتتكلم على كتر مثلا لعيبه في وسط الملعب. دلوقتي نادي الزمالك عنده مجموعه كبيره من اللعيبه، لكن هل حاسس ان نادي الزمالك دلوقتي محتاجك في نص الملعب؟ عنده مثلا انت وقت ما مشيت اعتقد جابوا اكتر من لاعب، جابوا مندومو، جابوا نور السيد، ملايين. حاسس انت عندك فرصه في نادي الزمالك؟ ومع وجود ابراهيم صلاح، مندومو راجل او يعني بص كان عامل ازاي في فريقه في تونس، النهارده هو قاعد على الدكه بشكل مستمر يعني. لا هو بص الفرقه ما شاء الله ماشيه كويس جدا. فصعب ان انت هتدخل لعيب جديد على التشكيل طالما بتكسب. بس انا نفسي ارجع ويعني كل ده هيتوقف عليا انا. ترجع وتنافس مع الناس بالظبط، في اجتهادي، في تمريني، في التزامي، في اخلاصي، في كل حاجه. انا اللي هقدر اجبر الراجل ان هو يلعبني او ما يلعبنيش. تمام. انت شايف دلوقتي انتصارات نادي الزمالك ده يمكن اول سنه من سنين طويله قوي الزمالك يبدا بالشكل القوي ده. مظبوط. شايفها برضو او يعني شايف انه نادي الزمالك السنه دي عنده فرصه اقوى من كل سنه ان هو يفوز بالدوري؟ انا شايف ان نادي الزمالك، انا اتفرجت على ماتشات كتيره يعني، طبعا مش كل الماتشات بس اتفرجت على ماتشات كتيره. انا شايف ان نادي الزمالك دلوقتي اقوى فرقه في اللي موجودين كلهم يعني، كامل من كل الخطوط. يمكن حتى الماتش اللي فات فتح الله وصلاح سليمان ما لعبوش، لعب احمد مجدي وحماده، والفرقه كانت لعبت ماتش كويس وكسبت. فاي حد الزمالك وصل دلوقتي لاي حد بيلعب هنكسب ان شاء الله يعني. فانا شايف ان احنا نادي الزمالك اقوى فرقه فعلا دلوقتي موجوده، والدليل على كده النتائج يعني 10 ماتشات كلها فوز. لعبت مباريات في اثيوبيا قبل كده؟ لا ما رحتش اثيوبيا، رحت بلاد افريقيا مع نادي الزمالك يعني. لا لعبت مع الزمالك في افريقيا بس في مصر. ما سافرتش في مصر. بس انت حاسس مباراه بكره ان شاء الله دي ايه بالنسبه للنادي؟ والله ماتش صعب جدا كمان، بس مش مستحيل. في امل يعني، وفي انا شايف نادي الزمالك قدراته التهديفيه تقدر ان احنا نخطف جون يعني ان شاء الله. فمتفائل بالمباراه دي يعني بشكل عام؟ لازم اكون متفائل. قول لي بكره اوروبيه بتتابع مين او مين فريقك المفضل؟ ريال مدريد طبعا. انا مع الملكي في كل حاجه. هو اغلب الزملكاويه ريال مدريد والاهلاويه برشلونه. شفت يعني كنت متوقع خروجهم او شفت خروجهم ازاي، ومتوقع مين في النهائي ان شاء الله يبقى هو اللي بطل؟ هو مثلا لغايه الدقيقه 70 80 انا كنت خلاص انا مؤمن تماما ان ريال مدريد خرج. الدقيقه 83 اول ما جه الجونين في الدقيقه 85 قلت لا. خصوصا يعني بعدها في كذا كوره ضاعت كانت ممكن يعني ان الريال يتاهل، خصوصا كمان من الشوط واول ربع ساعه في الشوط الاولاني الريال كان ممكن يحط 3 جوان مستريح. بالظبط. فانا شايف ان الريال يعني كان احق ان هو يصعد يعني. كان احق ان هو يصعد بروسيا دورتموند. مين في الفاينل، دورتموند ولا بايرن ميونخ متوقع؟ بص هو الاثنين واحد كسب ريال مدريد 4 والثاني كسب برشلونه 4 و3. فلا بس انا البايرن بنتائجه دي طبعا الاقرب يعني. هو الاقرب.
قول لي بالنسبه للاتجاه الشخصي بتاعك، انت كنت بتقول لي يعني وانا جاي امضي في نادي الزمالك عايز اتجوز ومش عارف، مش شايف خاتم يعني في ايدك الشمال؟ لا ولا متجوز ولا خاطب ولا اي حاجه. لا بس نفسي يعني. يعني نفسي يعني والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى كان قال لي ان هو نفسه ان انا اتجوز يعني. فانا ربنا يكرم يعني، محدش عارف. ممكن تلاقيني بكره خاطب او الله اعلم يعني. بكره ده بالسرعه دي؟ لا قصدي يعني ان مفيش يعني انا مش مرتب لحاجه. بس دراستك انت بتدرس ايه دلوقتي او الكوره جايه؟ انا مهمل شويه في الدراسه. انا في كليه تجاره جامعه عين شمس. سنه ثالثه. باجل كتير وساعات كتير ما بخشش الكوره ليها تاثير برضو شويه طبيعي يعني. طبعا بس انا امنيه حياتي ان انا اخلص الدراسه. تمام. قول لي اخيرا يعني عايز تقول ايه لجمهور نادي الزمالك؟ انت انا بقول لك بمنتهى الامانه بدون يعني مجامله، كان ليها تاثير او في ناس كتير قالت مرغني يعني لا فكره كويسه جدا انتوا تستضيفوه لانه وحشنا جدا. انت بتقول ايه لجمهور نادي الزمالك اخيرا قبل ما نختم؟ انا بقول لجمهور نادي الزمالك انا طبعا مش هقول لهم يقفوا جنب الفرقه لان هم بيعملوا كده من سنين يعني من زمان يعني. فانا بقول لهم ان شاء الله الفرقه هتكون عند حسن ظنكم بكره ان شاء الله، وهنصعد ونكسب وربنا يكرم لو الدوري كمل عشان برضه مش مضمون هيكمل. الزمالك هياخد الدوري ان شاء الله باذن الله بالاجتهاد وبالعرق وبكل حاجه. وهم صبروا كتير ويستحقوا من اللعيبه حاجات كتيره جدا على صبرهم على اللعيبه كل ده. واللعيبه دلوقتي يعني بيلعبوا يعني رقم واحد. انا كنت موجود اول امبارح في النادي وشفت يعني رقم واحد كله بيفكر ازاي يبسط الجمهور اكتر ما يبسط نفسه. فدي حاجه كويسه جدا. فربنا يكرم ان شاء الله ونعرف يعني نفرحهم ويبقوا راضيين عن الفرقه ان شاء الله. عايز تقول حاجه لمستر فييرا اخيرا؟ والله انا عايز اقول له يمكن انا اتبسطت مثلا لما هو كلمني ساعه ان هو اجنبي طبعا وكلمك دي، فدي حاجه بالزبط. كويسه. فانا نفسي مش انا هقول له انا هجتهد طبعا وهعمل اللي عليا وربنا يكرمني واكون موجود ان شاء الله في وسط الفرقه. نورتنا، ربنا يخليك. ان شاء الله كل التوفيق في الخطوه الجايه ايا كانت بقى هنا او خارج مصر، ان شاء الله تكون الاحسن ليك باذن الله. يا رب ان شاء الله في اختياراتك ان شاء الله. دي كانت حلقه النهارده من ملعب العاصمه، انتظرونا دايما ان شاء الله في حلقه جديده بعد قليل. الكابتن شادي محمد على القاهره والناس بلس 2 في اخبار العاصمه.